علاش تشريو انت بامكانك تصايبي حسن منه في الدار. طاكوس منزلي كيجي بحال ديال الزنقه تماما بجميع التفاصيل ديالو. في الفيديو اللي من قبل حطيت لكم الخبز ديال التورتيلا، وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم واحد الحشوه اللي كتجي بنينه بحال ديال الزنقه تماما. هنا غادي ندوزو التتبيله ديال الصدر ديال الدجاج، ولا ديروا الديك الرومي. غنحتاجو الملح، البزار، سكينجبير، المطارد، وايضا شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم. ما تكثروش التوابل بزاف، غير واحد نص معلقه من كل حاجه تقريبا، عصير ديال نصف حامضه. وغادي نحتاجو ايضا ياغورت طبيعي اولا ضروري مسوس. غادي ندير واحد المعلقه كبيره. غادي نخلط هاد المكونات هكا مزيان. غادي نضيف ايضا شويه ديال زيت المائده، تقريبا واحد 3 حتى 4 المعالق كبار، وغادي نخلط مزيان صافي. وغادي ناخذ صدر ديال الدجاج، اولا ديروا الديك الرومي. بالنسبه لي انا استعملت بيبي مقطع شرائح طويله، شرائح طويله بهذا الشكل هذا. كنوضعوه كنتبلو في هذه التتبيله، كنشرملو مزيان. الا كان عندكم الوقت خليوه في هذه الشرموله يتشربها، ما كانش عندكم الوقت ممكن طيبوه مباشره. صافي كنوضع داك الصدر ديال الديك الرومي كيف ما قلت لكم. كان عندكم الوقت خليوه حتى يتشربها، ما كانش ممكن طيبوه نيشان. كندير ليه شويه ديال الزيت وكنخليه على النار اللي تكون عاليه، ونبقى نحرك فيه مره على مره حيت كيطلق الماء ديالو حتى هكا كيطيب مزيان. وبطبيعه الحال فاش تكونوا كطيبوا ديما يدهنا باش كتسربيو. هنا راه كنطيب الحشوه في نفس الوقت، راه كنقلي في البطاطا حتى كتحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. صافي غادي نزولو وكناخذ مقلاه اخرى. غادي ندير فيها شويه ديال الزيت النباتيه. غادي ندير الكفته 250 حتى 400 غرام على حسب الرغبه ديالكم. كنخليها حتى كتفرتت مزيان، كندير لها شويه ديال الزيت ونخليها تفرتت. غادي نضيف ليها التوابل. هنايا عندي الملح، التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون. كنضيف ايضا شويه ديال الكيتشوب، اولا ديروا شويه ديال الصلصه الحاره، كيبقى لكم الاختيار. درت ايضا شويه ديال الربيع كنخلط. صافي الكفته راه دغيا كطيب، غير كينسجموا المكونات كتشرب هذيك الكفته دوك التوابل. صافي كنطفي عليها وكتكون واجده. بالنسبه للفريت غادي نوريكم واحد الطريقه باش كتجي هكا مقرمشه بحال اللي كتباع في الزنقه. كناخذوا البطاطا، من الاحسن تكون هاد البيضه هذه بطبيعه الحال كتغسلوها كنقشروها وكنبدا نقطعها على شكل فريت. وبطبيعه الحال من الاحسن انكم تقطعوها رقيقه. صافي من بعد ما كنقطعها هكا كامله كيف ما كتشوفوا، غادي نغسلها جوج ديال المرات باش كنزول منها داك النشا اللي كيكون فيها. ضروري انكم تغسلوها مزيان. صافي من بعد ما كنغسلها كنوضع عليها كنضيف ليها القدر الكافي ديال الماء اللي غادي يغطي هذيك البطاطا هكا كامله من الفوق. صافي وغادي ندير ليها تقريبا واحد 2 حتى 3 المعالق كبار ديال الخل. هذا هو السر اللي كيخلي البطاطا تجينا مقرمشه. كديروا لها الخل وكتخليوها في داك الخل تقريبا واحد 10 دقائق على الاقل، ولا ممكن تخليوها مده طويله. المهم سبقوها هي الاولى، قطعوها وديروها ونساوها حتى تبغيو تقليوها عاد حيدوها، وديك الساعه تكملوا باقي المراحل. صافي من بعد ما كدوز هذيك المده اللي قلت لكم، كنستقطرها من داك الماء. صافي كناخذ واحد المنديل وكنشفها مزيان من الماء. ضروري ايضا تنشفوها من الماء قبل ما تقليوها باش هكا كتجيكم ايضا مقرمشه. وما كنديروش ليها الملحه نهائيا حتى كتقلى، عاد كنديروا ليها الملحه هكا من الفوق. صافي من بعد ما كنشفها مزيان صافي كنقليها في الزيت اللي بطبيعه الحال تكون هكا سخونه. صافي ونبقى نحرك فيها مره على مره بطبيعه الحال، ما كتغفلوش عليها، والنار دائما تكون عاليه في القلي باش كتحصلوا على ديك القرمشه. صافي بقاو تحركوا فيها حتى كتحمر. صافي من بعد ما كتقلى هذيك الفريت كيف ما كتشوفوا، ما تحمروهاش بزاف، غير داك اللوين الذهبي اللي كيكون هكا خفيف. غادي نزولها وغادي نوضعها في الورق اللي كيمتص الزيت. وهنايا حتى كنزولها عاد كندير ليها الملحه كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنرشها بشويه ديال الملح صافي وكتكون عندي واجده. كيف ما شفتوا راه كتجينا مقرمشه وما كتجيش ملويه نهائيا، كتجي بحال اللي كناكلوا على برا. بالنسبه لصلصه الجبن خديت هنا 200 غرام ديال القشده الطريه اللي تكون خاصه بالطبخ اولا لا كريم فريش. كنوضعها هنايا في كسرونه وغادي نخليها هكا حتى كتغلى هكا شويه. صافي نبقى مره نحرك فيها. من بعد غادي نضيف ليها جبن ديال الساندويتش اولا اي انواع ديال الجبن متوفر عندكم، من الاحسن ديروا شيدر. صافي غادي ندير انا 3 ديال القطع ديال الجبن ديال الساندويتش. ملي كتسخن كنبدا نخلط باش كيذوب هذاك الجبن غير بديك الحراره ديال الكريمه. صافي ما كندير لا ملح لا بزار لا حتى حاجه، غير هاد جوج ديال المكونات فقط. صافي غير كتغلى كنطفي عليها كتكون الصلصه واجده. عندي هنايا صوص الجيريان غادي ندير هكا من التحت، كندهن بها الخبز ديالي هكا مزيان. من بعد كندير طبقه هكا كميه من صدر ديال الديك رومي ولا بيبي. كندير الكفته هكا من الفوق، وغادي نوضع ايضا هكا الفريت اولا البطاطا مقليه.
صافي غادي ندير صلصه الجبن كتكون على هذا الشكل هذا. ملي كتطفيو عليها راه مع المده كتزيد محدا كتبرد محدا كتزيد كتعقد. كنديرها هكا من الفوق صافي وكنبدا نطوي بهذه الطريقه هذه. عمروه مزيان باش يجيكم بحال اللي كيتباع في الزنقه. صافي ملي كنعمرهم كاملين كنبريسيهم في الاله ديال البانيني حتى كيتحمروا هكا من الجهات بجوج، وكنقدموه بالصحه والراحه. كيجي لذيذ ما تشبعوش منه بحال ديال الزنقه تماما. جربوه بهاد المقادير اللي عطيتكم وبهاد الطريقه، متاكده ما غاديش يبقى يخطاكم نهائيا. نتمنى الفيديو يعجبكم. الا عجبكم وصلوا لاكبر عدد ديال لايك، شاركوا مع حباب ديالكم الاصدقاء. بالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.